وقال له واي نوت، احنا نقدر نعمل ال7 مليون دول ونكسب الجت، وساعتها بقى ممكن بقى نبيعها نعمل اي حاجه، وطبعا يبقى انت ليك نسبتك وانا ليا نسبتي وكله مبسوط. هنا صاحبه اللي هو كان اكبر منه في السن اللي هو كان اسمه تود هوفمان قال له طب بص اعمل لي بزنس بلان، يعني اعمل لي فكره كده هتنظمها ازاي هتجمع ال7 مليون بوينت دول واعرضها عليا ونشوف الموضوع. فعلا جون بدا يعمل خطه بالفعل ازاي يحقق ال7 مليون دول، بدا يحسب هو هيحتاج كام هيحتاج كام مستودع عشان يخزن فيه الكميات المهوله من البيبسي ديت، هيحتاج كام عامل عشان يفرغ فيها كميات البيبسي ديت، هيحتاج كام عربيه عشان ينقل كل الحاجات دي، هيحتاج كام عامل حتى عشان يشيل الليبل بتاع الكنزايه اللي هيتجمع بيه بوينت. كل الحسبه دي هتتكلف كام؟ 6 major metropolitan areas, 6 warehouses, and associated amount of people in each of those warehouses. People go out and buy the points, people to drive the trucks, people to cut the points off. So I'm thinking probably عمل البلان بتاعته وراح قدمها لتود هوفمان صديقه الكبير تاني، وهنا بدأ يقول له طب تمام الخطة تمام، بس تعالى نسأل